الآن نحن نتناول موضوع علمي وحقائق علمية حول أن موضوع التغذية يهم المرأة. لماذا؟ لأن المرأة هي سيدة التغذية، وهي التي كانت ملمة بهذه الأشياء لما كانت الطب الغذائي يعني هو الأصل في التصدي للأمراض. لا زال الناس يقولون لماذا تهجم على العلماء؟ لا زلت أقول ليس لدينا علماء، واللي راجل يطلع. يعني أنا تظلمت حقا، ولكن طلعت بعقلي وسكت وما بغيتش نفضح أمور وكذا إلى آخره. مشيت للمحكمة حكمت لي، ما عندي حتى مشكل الحمد لله، أنا ما عنديش مشكل. علاش؟ ما عنديش عقدة. طردت من العالم وأنا أستاذ جامعي وما زلت أكتري بيت، ليس لدي منزل وليس لدي أي مصدر. ومع ذلك يعني هذا وأنا أصلي ركعتين كنت متيقن أن في ذلك خير. مرحبا بكم في قناة حكاية وعبرة. قصتنا وحكايتنا غادي تكون على السيد محمد الفايد. هذا الفيديو لعشاق الدكتور الفايد، حياته من تزاد حتى مات. ألا راه باقي حيا صاحبي، صافي الله يخلي ليه صحيحته. قبل ما نطرقوا لهذا المحتوى، واحد جيم وابوني من فضلكم لهذه القناة. الدكتور محمد الفايد زاد سنة 1955. قبل ما نزادوا حنا كاملين اللي كنتفرجوا في هذا الفيديو، راه ما فرنسي الجنسية، ما برتغالي الجنسية، راه مغربي الجنسية، ابن عن جد، الفيزاج مغربي وافتخر. شبابو دوزوا في العلم، الدراسة والعبادة. السيد راه حافظ كتاب الله، يقول جملة علمية يكملها بآية قرآنية. يعني في الشريعة نقول حلال وحرام، يعني في العقيدة. فالقرآن لما نزل كان يجب أن يفضح التشريعات الجاهلية. تزاد بولاد سعيد سطات. واش متزوج؟ راه باينه متزوج. واش عنده شي وليدات؟ حاجه طبيعيه، راه عنده وليدات. اش جابنا حنا لهاد الاستخبارات كامله؟ وارا ندوزو الكارير ديالو. راه بروفيسور الاخوان، درس بالمعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره بالعاصمه الرباط. كان اختصاصه الميكروبيولوجيا الصناعيه والبايوتكنولوجيا، ما عرفتش كيفاش كتنطق هذه. كان تيقري ما عليه ما به، حتى لواحد النهار جابوا ليه واحد الورقه كيسحب ليه رساله شكر وعرفان. حلها قراها، لقى راسو انه مطرود من العمل. كيفاش وعلاش؟ قال لك انه كان تيغيب وكيتاخر على الطلبه ديالو. حتى لهذا الشيء ما متفقينش عليها السي الفايد، هو اللي قال ماشي انا اللي قلت. حاصل على 9 براءات اختراع في المجال الصحه الغذائيه، ونزيدكم والله بارك. سيد شد الورقه سينا وقال الحمد لله، مشى صلى 2 ركعات ودعا الدعاء ديالو الشهير. قلت يا ربي إنك صاحب الأمر وليس هؤلاء، وإنك تقدر ولا أقدر، اللهم انصرني من حيث لا يعلمون فقط. حاصل على دبلوم مهندس تكنولوجيا غذائية سنة 1984 بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الرباط. فين جات الرباط؟ بالمغرب. قصد المحكمة اللي نصفاتو ابتدائيا واستئنافيا. سيد مغربي وما تيتفاكش، لصقا يا ربي السلامة. إلا ظلمو شي حد وبشا فيها نفسه حارة، ما خلى فين دار المحاضرات، المساجد، المعاهد، الجامعات، فين ما غاديش هاد الميكرو كيدوي. هذاك كان شي دولة أوروبية كورة داروا عليه شي اختبار علمي. حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في علوم الأغذية سنة 1988 في جامعة بليز باسكال في إينا دولة فرنسا. راه أستاذ جامعي من 96 في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. وصل للمستوى السي في التدريس الجامعي، وهو أعلى مستوى ما بين الأساتذة الجامعيين. ويقدر يكون هذا هو السبب اللي خلى مجموعة من الموظفين معاه يغيروا منه ويشهدوا ضده باش طردوه ديك الوقيته من العمل ديالو. ربما يكونوا ناس كيف ما كان الحال كيقول لك خوك في الحرفة عدوك. ربما يكونوا اساتذه معايا ما عجبهمش الحال، وهذا كاين او ثابته. انا كاين اساتذه معايا كتبوا بيا وكتبوا كذب وبهتان. عنده طلاقه اللسان في اللغه العربيه وكيوصل لك الميساج بطريقه زوينه. راه استاذ قبل ما يكون مختص في التغذيه. كان عزيز عليه العشوب والازهار، حتى لقى راسو عشاب بالدارجه ومختص في علوم التغذيه بالعربيه. يقدر ينعس بالليل يفيق في الصباح يخرج لك بشي اختراع في المجال ديالو. راه قرا حتى قرا، ومن قرا بقى تيقرا. شفناك بعين الرحمه، كليكي عليه يعطيك وصفه طبيه عشباويه رحويه. حاصل على شهاده الدكتوراه الاولى في فرنسا وتبعها بالثانيه في المغرب. كل شواهد اللهم بارك. الا بغيتي تتكلم وتنتقد هذا الفايد راه خاصك علماء على حق. السيد راه متمكن في علوم التغذيه وشي بركه في الدين، مما تيخليه متكون علميا معرفيا ودينيا، وهذا الشيء تيخليه خبير في الميدان ديالو. من بين الضجه الاعلاميه اللي تخادت عليه 2 حاجات قالهم: خلي اللي جالس وقف، واللي واقف شد راسو وجلس. الاولى قال لهم الا بغيتوا تقضيو على فيروس كورونا ما تقتصروش غير على التوجه الكيميائي، راكم ممكن تلقاو مضادات ليه حتى في الطبيعه.
زعما العشوبه معلم، ما عليكم غير تشموا وتستنشقوا القرفه والقرنفل، اولا ديروا الشيح والكاليبتوس، وهكذا غادي يتعقم الهواء اللي لداخل المنزل. ما ينوضوا له الاخوان ديالنا العلماء. انت غير عشاب وما فاهم والو، وخليك في عشوبك واسكت. الخرجه الثانيه واللي دايره ضجه في هذا الوقت في السوشيال ميديا، اخر اختراع في السوق. قال شنو قال انه غادي يفسر لنا القران من الناحيه العلميه ديالو. اشنو السي الفقيه؟ حنا ما عندناش علماء وقيله. لا ما عندناش وما كاينش كاع، يلا واللي طلع ليا نطلع. لا يعني سيكون حديث، يعني لو بغاو غير هذه المسائل سيكون حديث. والله لن اتراجع. القران الكوني يجب ان يفسر، القران الكوني لم يفسر، القران الكوني هم الذين سجنوا، القران الكوني هو الذي ينفع الناس. جابنا السي الفايد لهاد الهضره كامله، هضر باسلوب راقي ومحترم، راك راجل بعقلك زعما وعالم. صافي غادي نفسروا نقطه رجع للسطر. ما يعاب عليه كيهضر في كل شيء وكيفهم في كل شيء وكيامن ان طارت معزه نزلت معزه، رغم الخرجات ديالو في بعض الاحيان اللي تتلقاهم ما مدروسينش، الا انه تيبقى رجل مثقف بمعنى الكلمه عندنا في البلاد، وبين قوسين في التخصص ديالو، وممكن نستافدوا منه في علم التغذيه اللي عنده اهميه كبيره في العصر ديالنا. كنتم معي في قناتكم حكايه وعبره، وهذه حكايه الدكتور محمد الفايد. ما تنسوش واحد ابوني للقناه. السلام عليكم.